الله اكبر عليا وتسلم ايديا. شايفين السكينة في الحلاوة عاملة ازاي؟ سلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة. الناس اللي بتقولي انت بتتأخري كتير في الوصفات ليه؟ يا جماعة انا بدي لكل وصفة حقها في الوقت، علشان لما تجربيها من بعدي ومن الفيديو بتاعي تقولي الله يباركلك. بجد مش بستعجل على اي حاجة، لان لما بدي لكل حاجة وقتها بتطلع معايا نمبر 1. النهاردة هنعمل الحلاوة الطحينية في البيت، حاجة ما كنتش اتخيل ان هي تطلع كده. تابع معايا الفيديو للاخر وما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في قناتنا علشان قناتنا تكبر بيكم. وندخل على مقادير وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا كوباية من الطحينة البيتي اللي عملناها الفيديو اللي فات، وكوباية من اللبن البودر، وكوباية من السكر البودر بس يكون منخول كويس قوي. 3 مكونات متوفرة في كل بيت ومفيش ابسط ولا اسهل من كده. ندخل على طريقة تحضيرنا، وابسط من كده مش هتلاقوا. وكل ده واكتر عند وصفتك مع اسماء. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك الجميل. هنحضر بولة نظيفة وناشفة مفيهاش ولا نقطة مية. هننزل بكوباية اللبن البودر وكوباية السكر البودر وهنقلبهم كويس قوي بالشكل الجميل ده. اهم حاجة يختلطوا مع بعض كويس قوي يا بنات، يبقوا خليط واحد. بعد كده هنزل بقى بكوباية الطحينة بتاعتي بالتدريج كده، شوية واقلب وبعد كده شوية واقلب بالشكل ده. انا عاوزة الخليط بتاعي هنا يوصل زي الرملة المبلولة كده. هبسطها لك اكتر، زي لما بنعمل التشيز كيك ونحط الزبدة السايحة على البسكوت. شايفين بيبقى عامل ازاي؟ انا عاوزة القوام بالشكل ده. هننزل بقى بباقي الطحينة بتاعتنا وننزل كل اللي في الكوباية، ما نسيبش حاجة. تجيبي سباتيولا كده وتنزلي بكل اللي في الكوباية بتاعتنا، وهفضل ان انا اقلب الخليط مع الطحينة بالشكل ده لحد ما يوصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما يكون حاجة مبلولة في ايدي كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ انا عاوزة الشكل ده، وهي دي الحلاوة الطحينية. بعد كده بحضر العلب بتاعتي اللي هنزل بالحلاوة الطحينية فيها، وبحط فيها اكياس تلاجة بالشكل ده. بجيب كيس تلاجة وافتحه من النص وبنزل بالكيس في العلبة بالشكل ده علشان وانا بطلعها تكون سهلة تطلع معايا. ولو عندك استرتش رول برضو بينفع عادي. بنزل بقى بالحلاوة الطحينية بالشكل ده واكبس بقى. هنا الخطوة دي مهمة جدا، ان انا اكبس الطحينة كويس قوي. شايفين بقى بكبسها بالمعلقة بالشكل ده، وبعد كده هكبسها بالقاع كوباية كده. هنشوف مع بعض دلوقتي. شايفين لازم اكبسها بالشكل ده وتكون سايحة كده. بعد كده بقفل الكيس عليها بشكل منظم مش شكل عشوائي، وبجيب قاع بقى كوباية بالشكل ده وافضل اضغط عليها لحد ما اكبسها كويس قوي. امشي على الخطوات علشان هتاكلي حلاوة طحينية بيتي، انسي انك قعدتي تشتريها من بره تاني. بعد كده بقى علشان نرضي جميع الأذواق هنعمل حلاوة بالشوكولاتة. هننزل على الكمية المتبقية مننا بنص معلقة من الكاكاو الخام، ويكون كاكاو حلو يا بنات علشان يخلي طعم الطحينة كويسة. وهنقلبها بالشكل ده ونضغط عليها بظهر المعلقة كده علشان يختلطوا مع بعض بالشكل ده. شايفين الجمال؟ بعد كده بحضر علبة تانية وبنزل فيها بكيس تلاجة، وبعد كده انزل بالحلاوة الطحينية بتاعتنا. شايفين الشكل اساسا بيتكلم عن نفسه بجد. انسي انك تشتري الحلاوة الطحينية تاني من بره. بعد كده هسويها بظهر المعلقة بالشكل ده، ونقفل عليها الكيس برضو بشكل منظم زي الحلاوة السادة. وهجيب قاع الكوباية وهكبسها بالشكل ده. بعد كده بقى يا بنات هندخلها التلاجة 6-7 ساعات. انا عملتها من بالليل للصبح 6-7 ساعات. لو مستعجلة عليها، مش مستعجلة اعمليها بالليل ويلا نفتحها مع بعض الصبح. هنشيل الكيس بالشكل ده مش مبصم عليها ولا اي حاجة، وهنجيب الطبق ويلا نقلبها. شايفين الجمال؟ بجد الجمال عدى الكلام في كل الوصفات اللي انا بنزلها، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. يلا بقى برضو نقلب الحلاوة اللي بالشوكولاتة.
طعمة جدا 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 كمان. طبعا عاوزة بقى تكتري الكمية، هتضاعفي المقادير اللي انا قلتها. يلا بقى نقطعها مع بعض. عارفين المثل اللي بيقول زي السكينة في الحلاوة؟ يعني ناعمة جدا، هي بصراحة ناعمة جدا جدا. شايفين؟ ولا بتفرول معاكي وبتتقطع القطعة بقطعتها، وجميلة جدا ومفيهاش غلطة. بصراحة الحلاوة الطحينية يا بنات مفيهاش غلطة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هتجربوه هتعجبكم. واتمنى من كل اللي يجرب الوصفة يرجع للفيديو تاني ويكتب لي في الكومنتات، لان كلامكم الجميل بيسعدني بجد وبيشجعني لوصفات جاية قدام. وعاوز اقول لكم كمان انتظروا الوصفات اللي جاية لانها هتعجبكم جدا جدا. والسلام عليكم.